بتبدأ أحداث فيلمنا بدخول شخص لمقر عصابة وبيبدأ يضرب فيهم وبيقتل أي حد يقابله لغاية ما بيدخل في النهاية للمقر من جوه، وهناك بيلاقي مجموعة شرسة من أفراد العصابة، وهنا بيبتدي يدور بينهم القتال. وهنا بنعرف إن الشخص اللي عمال يموتهم ده يبقى بنت اسمها سوكي، وبتنزل سوكي فيهم ضرب بكل قوتها وبتموتهم كلهم بصعوبة. ولما بتطلع من المقر بتلاقي الشرطة بره وبياخدوها. وفي مبنى المخابرات الكورية الجنوبية مجموعة من الضباط بيتفرجوا على الكاميرات اللي سجلت قتل سوكي للعصابة، وبيكونوا مندهشين جدا من مهاراتها في القتال. وبنشوف قائدة في الوكالة بتقول لهم احنا ممكن نستفيد منها ومن مهاراتها. وبعد كده سوكي بتفتح عينيها وبتلاقي نفسها في مكان غريب وبتحس بدوخة، وده كان بسبب ان الحراس بيرشوها بمادة مخدرة في الأوضة بتاعتها قبل ما يدخلوا لها الأكل علشان ما تقاومهمش. وبتبقى كمان شايفاهم ولكن مش قادرة تقوم، وبعد ما بيطلعوا بيسحبوا المخدر من الجو علشان تعرف تقوم تاكل. وفي يوم بياخدوها وبيعملوا لها عملية تجميل بتغير كده من شكلها شوية. وبعد فترة سوكي بتسمع صوت الحراس وهم رايحين عندها وبيرشوا كمان المخدر، وعلى طول كتمت نفسها وعملت نفسها انها متخدرة. وبتفتكر اجاشي وهو بيدربها على حبس النفس تحت المية، وكانت بتعرف تحبس نفسها لأكتر من 6 دقايق. والحراس دخلوا وكانوا لسه هياخدوها، فهي بقى سبقتهم وقامت وضربتهم وجريت علشان تخرج. ولما بتفتح الباب لقت بنات بتلعب باليه كده، فاستغربت وكملت جري. وبعدها بتلاقي بنات تانية في المطبخ، وفي كمان بنت كعبلتها كده والبنات قعدت تضحك عليها. وسوكي بتقوم وبتاخد واحد رهينة علشان يقول لها طريق الخروج، ولكن هو ما بيرضاش يقول لها اي حاجة، فبتاخده وبتحاول تلاقي مخرج. وبتشوف ناس بتمثل على مسرح كده وبيبصوا لها وبيضحكوا، فبتسيبهم وبتفتح باب وبتلاقي بنات بتتعلم المكياج. وبتشوفهم القائدة وبتعمل نفسها انها من البنات، وبتقول لها كمان تخرج ازاي. وبالفعل بتروح وبتنط من مكان عالي علشان تثق فيها. وهنا سوكي بتضرب الرهينة في رجله علشان ما يجريش وراها، ولكن وهي بتنط القائدة ضربتها في كتفها بالنار. والحراس اخدوها تاني، وفي اوضة مراقبة الكاميرات الضباط كانوا قاعدين بيتفرجوا على اللي بيحصل وبيتكلموا بيقولوا ان لازم واحد منهم يراقب سوكي لما تخرج، فاغلبهم اتهرب علشان كانوا خايفين من كتر قوتها. وفي ضابط اسمه يون سو كان معجب بيها وبمهاراتها فبيوافق انه يتبعها. وبنشوف القائدة قاعدة مع سوكي وبتوري لها الجورنان، وبنشوف كمان في خبر عن موتها وانها اساسا ملهاش وجود في الدنيا دلوقتي. وبتعرض عليها انها تشتغل معاهم، ولكن سوكي بترفض وبتقول لها بقول لك ايه، اقتليني بقى علشان انا اصلا مش عايزه اعيش. فالقائده بتقول لها انها حامل واكيد مش عايزه تموت طفلها، وشدتها القائده كمان وقالت لها عيشي على الاقل علشان طفلك. ولكن سوكي ما كانتش عارفه اساسا انها حامل، وبتقول للقائده هو انتوا عايزين مني ايه؟ فقالت لها هنعمل اتفاق تنفذي العمليات اللي هنكلفك بيها وتبقي كمان في خدمه الوكاله لمده 10 سنين، وبعد كده هتاخدي مطلق الحريه. فبتوافق سوكي على العرض ده وبتحاول تتدرب على الطبخ وعلى المكياج. والقائده بتروح لها وبتقول لها انت لا نافعه في الطبخ ولا نافعه في المكياج، طب قولي لي طيب ايه اللي انت بتعرفي تعمليه؟ فواحده من زميلاتها بتقول لها انت جميله جدا، ما تجربي تمثلي. وبتروح سوكي وبتتفرج في مسرح الوكاله وبتحب التمثيل جدا وبتلاقي نفسها فيه. وبعد كام شهر بتولد وبتخلف بنت بتسميها يون هاي، والظابط هيون سو بيتابعها وبيتعلق بيها اكتر. وفي يوم يون هاي الصغيره كانت لوحدها في الاوضه وعماله تعيط، فراح لها الظابط واداها لعبه وحاول يسكتها علشان عارف ان مامتها في تدريب دلوقتي. ولما سوكي كانت في التدريب في واحده مغروره من زميلاتها اسمها كيم سون هي اللي بتقول لها تعالي نتقاتل، فسون سابتها ومشيت، ولكن كيم جت من وراها وكانت لسه هتضربها على دماغها بالعصايه، فراحت سوكي مسكت العصايه وضربتها جامد. وكل ده والقائده والظباط كانوا بيتفرجوا ومبسوطين جدا. وبعد شويه دخلوا زميلات سوكي ومعاهم تورته علشان يحتفلوا بعيد ميلاد بنتها، ودخلت كمان القائده وسوكي شكرتها. وهيون سو كان بيتفرج عليهم وبياخد صوره لسوكي هي وبنتها. وتاني يوم بيشيلوا لسوكي الوشم اللي كان على جسمها، وافتكرت كمان لما اجاشي كان بيرسمه لها وكانت فرحانه بيه علشان نفسها تبقى زيه. وساعتها سالها مين اللي موت باباها، فقالت له انا عايشه علشان انتقم واموته بنفسي. وبتفتكر لما كانت هتموت الشخص ده، بس هو كان عامل لها كمين ومسكها وكتفها، وقال لها كمان انه ما قتلش باباها لانه كان رايح علشان يسرق الجوهره وكان لسه هيضربها، ولكن اجاشي جه وموت كل اللي موجودين وقدر كمان انه ينقذها. وتاني يوم كان في تدريب على تركيب اجزاء السلاح بسرعه بين سوكي وزميلاتها، ومين فيهم كمان هيضرب نار على التاني اسرع. فسوكي افتكرت وهي صغيره لما كان اجاشي بيدربها وجاب راجل كبير وعمل تحدي بينهم، وهي جمعت السلاح اسرع منه ولكن ما قدرتش تقتل الراجل ده. ولما الراجل جمع سلاح
السلاح وكان خلاص هيضربها بالنار، ولكن اجاشي كان اسرع منه وموته. فسوكي بتجمع اجزاء السلاح بسرعه جدا وراحت ضربه نار على زميلتها. كل ده والظباط بيتفرجوا عليهم من الكاميرات وكانوا مترهنين، وفي ضابط بيدور على محفظته ولكن شاف اجنده صغيره كده لهيون سو كان كاتب فيها كل حاجه عن سوكي، منها كمان الحاجات اللي كانت بتحبها والحاجات اللي بتعملها، وبكده عرفوا انه معجب بيها. ولكن هو قال لهم انه بيدرس شخصيتها علشان يعرف يراقبها وياخد ترقيه. وبعد فتره كبيره القائده بتدي لسوكي اول مهمه ليها، وبتقول لها لو نجحتي فيها هتخرجي من الوكاله وتنفذ شغلها من بره. فسوكي بتاخد موتوسيكل وبتروح علشان تنفذ المهمه، ولكن الشخص اللي رايحه تقتله بيصحى وبيعرف يقاومها، وبعد قتال عنيف معاه بتقدر ان هي تموته. بس بتلاقي بنت واقفه وبتبص لها، وافتكرت وهي صغيره لما باباها خباها تحت السرير وجه اتنين موتوه واخدوا جثته. وفجاه بتلاقي حراس الراجل اللي قتلته وبيجروا كمان وراها بالموتوسيكلات والعربيات. اما هي بقى فهربت منهم بصعوبه ونطت في الميه وحبست نفسها، وبتفتكر باباها لما كان قاعد مع صاحبه ووراها جوهره كده وقال لها ان دي هتبقى هديه جوازها. وبعد كده باباها اتقتل، وصاحبه بقى كان بيدور على الجوهره ولقى سوكي تحت السرير واخدها وكان بيضربها وكان عايز كمان يعتدي عليها، ولكن اجاشي جه في الوقت المناسب ولحق يقتله. وبيسمع صوت كده فبيبص عليه ولقاها قتلت واحد من الحراس كان هيقتل اجاشي، وساعتها اجاشي اخدها معاه. وبعدها سوكي بتطلع من الميه والقائده بتجيلها وبتقول لها انها تخرج من الوكاله، وبتديها كمان اوراق هويتها الجديده وبتوصلها كمان لبيتها الجديد، وبيدوها صوره علشان تحطها في بيتها. فبتدخل سوكي الاسانسير مع بنتها وبيدخل معاهم هيون سو وبيخبط فيها كده وفي حاجات بتقع منه، وبسرعه حط صورته في شنطتها من غير ما تشوفه، وبيعرفها انه يبقى جارها اللي جنبها، وبيعرفها بنفسه وبيقول لها ان مراته ماتت من 3 سنين وهي قالت له ان جوزها هيبقى مسافر. وبعد كده بنشوف سوكي بتعلق الصوره اللي اداها لها، وبتكون هي الصوره اللي كان واخدها لها هيون سو في عيد ميلاد بنتها. وبعد كده سوكي كانت طالبه بيتزا من بره ولقت ان هيون سو هو اللي جابها لها، فشكت فيه من تصرفاته واهتمامه الزايد ده، فاتصلت بالقائده وطلبت منها تعرف كل حاجه. وبعدها بتلاقي صورته مع مراته في شنطتها فبتروح تديها له، وبتعرف منه ان هم كانوا عايشين في مدينه كده في الصين، وبتطلع نفس المدينه اللي كانت عايشه فيها سوكي. وسالها بقى عن اسمها فقالت له اسمها الجديد اللي هو يون سو. والقائده بتكلمها وبتقول لها ان جارها عنده 33 سنه وارمل من 3 سنين، ومراته كمان ماتت في سطو مسلح وكانت حامل. ولما بتكون سوكي مع بنتها في السوبر ماركت قابلت هيون سو اللي كان بيلعب مع بنتها وهي كانت مبسوطه ومشيوا مع بعض. وفي مره وسوكي راجعه من الشغل بالليل والدنيا بتمطر لقت هيون سو مستنيها بالشمسيه، فابتدت تعجب بيه وباهتمامه ده، وقالت له كمان انها ممثله وعزمته يتفرج على المسرحيه اللي هي بطلتها. ولما يون سو كان بيلبس علشان يروح يتفرج على سوكي قرأ ملاحظه كده في اجندته الصغيره انها بتحب ربطه العنق السوداء، فلبسها وراح على المسرحيه على طول علشان يتفرج عليها. وبعدها خرجوا يتعشوا سوا وقال لها انها تبقى ممثله جميله جدا، واخدت بالها كمان من ربطه العنق بتاعته، وافتكرت لما جابت واحده نفس الشكل هديه لاجاشي يوم فرحهم. وفي شهر العسل سابها وراح علشان يقتل اللي موت باباها، ولكن اجاشي بيموت وواحد من رجالته بيجيب لها جثته. وسوكي بتقول ليون سو ان جوزها مش مسافر وانه ميت، وبيبدا يبقى في كده مشاعر بينهم. وبيجي بعد كده تليفون لسوكي وبتسيب يون سو في بيتها وبتمشي، والمكالمه بتكون من زميلتها المقربه منها في الوكاله، وبتقابلها وبتكون مبسوطه جدا علشان شافتها. وزميلتها بتقول لها انها استلمت اول مهمه ليها، وبعد ما تنفذها بنجاح هتخرج تشتغل من بره الوكاله زيها، وطلبت منها كمان انها تساعدها. وسوكي بالفعل بتروح معاها علشان ينفذوا العمليه. وبنشوف سوكي بتاخد تليفون شخص كده وبتدخل للحمام وبتنقل المعلومات اللي فيه على فلاشه معاها، ولما بتخرج بتلاقيهم حاطين السكينه على رقبه صاحبتها، وسوكي بتديهم التليفون علشان يسيبوا صاحبتها، وبتبتدي كمان تضربهم، ولكن في واحد منهم بيضرب زميلتها بسكينه في رقبتها. وسوكي بتاخدها وبتروح عند القائده علشان توديها للمستشفى، ولكن القائده بتاخد منها الفلاشه وبتحمل سوكي ذنب زميلتها. اما زميلتها بقى فبتبص لها كانها بتقول لها مش انت السبب، وللاسف بعد كده بتموت. وسوكي بترجع لبيتها وبتعيط جامد من حزنها على زميلتها، فبيشوفها يون سو وبيواسيها. وفي الوكاله مجموعه من الضباط بيشوفوا المعلومات اللي على الفلاشه، وبتكون عن الراجل اللي قتل جوز سوكي، وبيتفقوا ان سوكي هي اللي تموته. فسوكي بتقابل القائده وبتقول لها انها تتجوز علشان لو اتقتلت في اي وقت يبقى في حد ياخد باله من بنتها. فالقائده بتوافق وبتتمنى لها حياه سعيده. ويوم الفرح بتروح لها زميلتها المغروره كيم سون وبتدي لها
كمان تليفون علشان القائدة عايزة تكلمها، فالقائدة بتقولها تروح الحمام وهتلاقي سلاح تجمعه وتقتل الراجل اللي لابس النضارة. فسوكي بتضربه بقى، ولكن الرصاصة بتيجي في النضارة وبتبص للراجل كويس واتفاجئت انه يبقى اجاشي جوزها، وسألت القائدة هو مين ده؟ فالقائدة قالت لها مالكيش دعوة، وبترجع السلاح وبتروح علشان تحضر فرحها، ولكن بتفتكر لما جوزها مات واخدت السلاح، ومساعد جوزها وداها لمكان العصابة اللي قتلته، وبيطلع هو نفس المكان اللي دخلت موتت فيه الناس في اول الفيلم. وبنعرف كمان انها كانت بتنتقم لموت اجاشي، وبتفهم ان اجاشي كان بيضحك عليها علشان عايز يخلص منها. وبالليل اجاشي بيروح نفس الحمام اللي سوكي ضربته منه، وبيلاقي هناك اثار مكان السلاح، وبيتفرج على فيديو فرح سوكي وبيشبه على العروسة. وتاني يوم سوكي بتمثل في مسرحيتها، وبتلاقي اجاشي قاعد في وشها وبيتفرج عليها. وبعد المسرحية خرجت مع هيون سو علشان يتعشوا بره، ولكن وهما في المطعم جت مكالمة، فهيون سو راح الحمام علشان يرد عليها. وهنا جه اجاشي قاعد قدام سوكي وبيتكلم معاها، وهي بتتعامل معاه على انها ما تعرفوش، وبيتأسف لها كمان علشان افتكرها واحدة كان يعرفها. وهنا هيون سو كان في الحمام بيكلم القائدة وبيقول لها ان موضوع انها تقوم بمهمة قتل يوم فرحها كان صعب عليها جدا، وكان في واحد كمان من رجالة اجاشي فاتح موبايله، واجاشي كمان كان سامع كل مكالمة هيون سو مع القائدة وسجل المكالمة كمان. وبيفتكر اجاشي اليوم اللي قبل جوازه من سوكي، وبيعرف انها كانت مصرة على الانتقام لابوها. وتاني يوم بيجي بوكيه ورد ومعاه كارت كده فيه فلاشة لسوكي، وكيم سون زميلتها بتقول لها انها تروح تكمل مهمتها اللي فشلت فيها. وبتمشي سوكي وبتهرب من كاميرات المراقبة وبتروح تشغل الفلاشة، وبتسمع مكالمة هيون سو مع القائدة، وبتعرف انه عميل وجوازه منها كان مجرد مهمة كده مكلف بيها مش اكتر. فراحت بعت رسالة للرقم اللي كان في الكارت وقالت له ان في واحدة رايحة تقتله دلوقتي. وفعلا كيم سون لقت حراس اجاشي كانوا مستنيينها، واجاشي جه واخدوها وضربوها، وبياخدوا كمان السلسلة بتاعتها علشان كان فيها كاميرا. وبتروح القائدة لسوكي وبتاخدها رهينة، وبتبعت رسالة لاجاشي علشان يبدلوا الرهاين. فبيتصل هيون سو بالقائدة وبيسألها عن سوكي علشان ما بتردش على تليفونها، فبتقول له انها تعبانة وموجودة دلوقتي في المستشفى، وبتعرفه كمان انه لازم يخلي باله من البنت الصغيرة. فبيسمع الكلام هيون سو وبيروح وبياخد الطفل من الحضانة، ولكن كان في حد بيراقبه. فالقائدة بتاخد سوكي علشان يبدلوا الرهاين، ولكن بتحصل حادثة وبيضرب رجالة اجاشي نار عليهم، وعلى طول القائدة بتهرب. اما اجاشي بقى فبيروح لسوكي وبتقول له ان هم لازم ينقذوا بنتها، واجاشي بيوصلها وبيديها مسدس علشان تحمي بيه نفسها. فبتاخده وبتجري على البيت، ولكن بتلاقي البيت بينفجر وبيقع هيون سو وبيكون حاضن بنتها، وسوكي بتكون مش مصدقة وعمالة تعيط وهي بتحضن بنتها، وهيون سو بنشوفه بيموت. وسوكي بتروح للقائدة علشان تقتلها لان هي اللي قتلت بنتها. فالقائدة بتفرجها على الكاميرات وايه اللي حصل بالتفصيل، وازاي كمان بنتها ماتت، وبتعرفها ان اللي قتل هيون سو وبنتها يبقوا رجالة اجاشي. فالقائدة بتبص لها وبتقول لها ان هيون سو كان بيحبها بجد على فكرة. وسوكي كانت قاعدة في عربية كده وبتراقب رجالة اجاشي، وشافتهم وهم ماسكين الجوهرة بتاعت ابوها، وبتعرف ان اجاشي هو اللي موت باباها، وبتدخل عليهم بالعربية باقصى سرعة ممكنة. وهنا بيحصل ضرب نار بينها وبين رجالة اجاشي، وبتفضل تموت فيهم والباقي بيجري، وبتلاقي نفسها قدام اجاشي وبيضربوا بعض وبيقعوا كمان من الشباك هما الاتنين. وبيجي رجالة اجاشي وبياخدوه بسرعة علشان الشرطة جاية، فبتجري وراهم سوكي، ولكن بتيجي عربية كده وبتخبطها. وفي الوقت ده اجاشي ورجالته ركبوا اتوبيس كبير ومشيوا، فبتقوم سوكي وبتركب العربية وبتجري ورا الاتوبيس وبتعرف تركبه، وبتدخل وبتضرب كل رجالة اجاشي وبتعرف تموتهم، ده كمان بتموت المساعد بتاعه. اما اجاشي بقى فبيضربها وبيطعنها في كتفها بالسكينة، ولكن هي بتحاول تقاومه وبتحاول كمان تقتله. وفجأة بتضرب ايد سواق الاتوبيس بفاس كده، وهنا السواق بيصرخ من كتر الألم، فالاتوبيس بيتقلب، وبالفعل بتقدر انها تقتل اجاشي. ولما بتخرج بتلاقي الشرطة بره، فبتضحك جدا لانها عاشت نفس الموقف ده قبل كده. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده.